بتحاول تكسب كل الناس يبقى هتخسر الكل. أكتر غلطة بتدمر أي بيزنس إن صاحبها عايز يرضي السوق كله، وإيه النتيجة؟ فلوس بتروح على الفاضي ورسايل مش واضحة ومبيعات ضعيفة. السر مش في إنك تبيع لأي حد، السر إنك تختار صح السوق المستهدف. والسوق المستهدف يعني إيه؟ دي المجموعة اللي منتجك معمول عشانها بالظبط. الناس اللي مش بس محتاجة المنتج، لأ، دول اللي بيحسوا إن منتجك اتخلق عشانهم أو بيحقق لهم رغباتهم. تعال أديك مثال. يعني لو عندك منتج أكل صحي، أكيد مش هتبيعه لأي حد بيحب الأكل، لكن هتبيعه لمين؟ الناس اللي عايشة لايف ستايل صحي أو الناس اللي بتروح الجيم. ليه تحديد السوق المستهدف أهم خطوة؟ لأنك هتعرف تكلم الناس بلغتهم هم، وهتحدد سعر مناسب لقدرتهم الشرائية. هتختار المنصات اللي هم موجودين عليها، وهتوفر فلوسك بدل ما ترميها على ناس مش فارق معاهم. افهم مين اللي هيستفيد منك، ودي هتعرفها ازاي؟ لازم تكون عارف السن المناسب والنوع والمكان والاهتمامات ومستوى الدخل. لازم تكون عارف هما بيدوروا على ايه، وايه المشكلة اللي بتواجههم، وازاي منتجك هيحلها. اختبر السوق فعليا، اعمل حملة صغيرة وقيس النتائج وعدل قبل ما تكبر. تعال اقول لك الخلاصة. اللي بيحاول يبيع للكل بيطلع من السوق بصفر. حدد جمهورك وصمم رسالتك مخصوص ليهم، ووقتها هتشوف إن كل جنيه بتصرفه بيرجع لك أضعاف.